تعالى يا مدام نقول لك ايه الفرق ما بين الخلع والطلاق. ببساطة الخلع هو ان الزوجة بتطلب انهاء العلاقة الزوجية في مقابل ان حضرتك بتتنازلي عن حقوقك المالية زي مؤخر الصداق، نفقة العدة، والمتعة ليكي بعد ما بتطلقي. وهنا ببساطة ان حضرتك اللي بتبدأي بالاجراءات ومش لازم يكون في سبب واضح او ضرر حصل. اما الطلاق فهو بيكون طلب من حضرتك لإنهاء العلاقة الزوجية، وهنا في الغالب لازم بيكون عندنا أسباب. ممكن بعد ما بيتم الطلاق أو في أثناء الدعوة حضرتك هنا ممكن بتحصلي على جزء من حقوقك المالية أو حقوقك المالية كاملة على حسب الأسباب اللي احنا بنوضحها. وطبعا بتحصلي على التلاتة زي ما وضحناهم قبل كده: مؤخر الصداق والعدة والمتعة، وديت النفقات اللي بيكون ليكي. يعني بشكل كبير هنا بنقدر نحصل على معظم حقوقك المالية. هنا الخلاصة: الخلع بيكون بطلب من حضرتك في مقابل انك هتتنازلي عن حقوقك المالية. اما الطلاق فهو بيكون بطلب برضه من حضرتك بس بنحافظ على حقوقك المالية سواء كانت كاملة او جزء منها. مهم تعرفي الفرق ما بين الاتنين ده عشان تعرفي وقت الاختيار ايه الانسب ليكي وقت انهاء العلاقة. وديت كانت دقيقة لحقك النهاردة من مؤسسة عاطف الحصوة للتوعية القانونية. ولو عندك أي استفسارات اكتبها لنا في الكومنتات وإحنا هنتواصل مع حضرتك فورا.